عمرك شفت لعيبه بتتقمص من جمهورها؟ طب عمرك شفت جمهور بيهتف للعيبه بتاعته ويقول لهم تعالوا وما يروحوش؟ الله يرحمك يا كابتن صالح. كابتن صالح سليم قالها في وقت من الاوقات، قال لك الاهلي ملك لمن صنعوه، ومن صنعوه هو جمهوره. جمهور النادي الاهلي هو من صنع الكيان. جمهور النادي الاهلي هو من صنع اللعيبه. جمهور النادي الاهلي هو من صنع بطولات النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو اكتر واحد محب لكيان النادي الاهلي. بص، انت لا اما نقول كده لا اما نقول احنا محسودين. احنا كل شويه بيحصل في مشاكل وفي زعل، ده احنا كل مباراه، ده احنا كل اسبوع بيحصل مشاكل. يعني وقت الزعل مشاكل، وقت احنا فايزين 6-1 وبنتيجه تاريخيه مشاكل. خلينا نتكلم على اللي حصل امبارح. ما خلاص بقى، احنا ما عدناش اصلا عارفين نتكلم فنيا ولا عايزين نتكلم فنيا. احنا دلوقتي بنتكلم عن المشاكل النادي الاهلي، على المشاكل اللي بتحصل داخل النادي الاهلي والتسريبات، على المشاكل اللي بتحصل من الجمهور ضد اللعيبه او من اللعيبه ضد الجمهور، على المشاكل اللي بتحصل. لا احنا بنفرح واحنا فايزين 6-1، ولا بنفرح ان احنا خلاص فرقتنا على الطريق الصحيح، ولا احنا قادرين ان احنا نعدي مرحلة اللي هي بعد مباراة باتشوكا. بس هنبدأ بقى بمباراة باتشوكا ونقول ان حصل مشادة بين احد مشجعي النادي الاهلي ومحمد الشناوي، اللي طبعا ما احسنش الاسلوب في الكلام معاه. وكان اصلا محمد الشناوي ليه وقع قبل كده ان هو رفض يروح للجمهور، والاداره ما حسبتوش ايام مباراه سموحه في الموسم اللي فات. من هنا المشكله، من بدايه دي هي المشكله. مشكله محمد الشناوي كانت من مباراه سموحه ثم باتشوكا، ثم نزل ارض الملعب وتم الهتاف ضده. بس مش هتاف شتيمه، هو الهتاف كان عباره عن خد كهربا وغور، يلا يا شناوي وغور، حاجه زي كده. يعني هو شيء طبيعي، الجمهور زعلان على الهزيمه بتاعت باتشوكا وخلاص الموضوع انتهى. وحتى لو هدفوا انت امتصيت الغضب بتاعهم في التمرين او بدايه الماتش وخلاص الموضوع انتهى. وحتى لو هدف ضدك في المباراه، عموما انت قدرت ان انت تفوز 6-1. ايه اللي يخليك بقى ما تروحش لجمهورك وانت فايز 6-1؟ على الاقل كنت رحت صالحتهم وعدلت البوصله شويه، لان انت في الفتره الاخيره انت ما عملتش اللي الجمهور عايزه. شيء طبيعي ان انت لازم تمشي على الطريق الصحيح، ودايما احنا كنا بنقولها لازم الجمهور يحضر في التمرين او في المباريات عشان يخلي اللعيبه تمشي على الطريق الصحيح. لان انتوا لعيبه بتدلع، لعيبه بصه على اللقطه، ولعيبه بصه على الشكل العام بتاعك، ولعيبه بصه ان لا الجمهور ده اخر واحد احنا نبص له. بس بص، الجمهور ده هو اللي عملك. الجمهور ده هو اللي عملك يا كهربا، ما تنساش دي. الجمهور ده هو اللي عملك يا شناوي، ما تنساش دي. الجمهور ده هو اللي عملكم كلكم، ما تنسوش دي. الجمهور ده اهم واحد في المنظومة، وهو جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي البسيط اللي ماشي، اللي طالع شغله الصبح، هو اهم منك ومن اي حد في المنظومة. جمهور النادي الاهلي اللي شغال على عربية فول او عربية طعمية. جمهور النادي الاهلي اهم من اي لاعب بياخد بالملايين وهو بياخد اقل واحد فيكو. جمهور النادي الاهلي هو ليه حق في كل حاجه هو بيقولها ليكو. جمهور النادي الاهلي هو اهم واحد في الليله دي كلها، لازم تقدروه. ولو ما قدرتوش يبقى انتوا كلكم بالسلامه. هنا تاتي مقوله الراحل صالح سليم: النادي الاهلي ملك لمن صنعوه، ومن صنعوه هو جمهور النادي الاهلي. هرجع شويه للخلف ونتكلم عن جمهور النادي الاهلي اللي كان حصل مشاده بينه وبين حسام غالي، وكانت وصلت ممكن كانوا يضربوه، بس الراجل ما نطقش، ما رفعش عينه فيهم وما راحش المباراه. او ساعتها حصل مشكله واتهزمنا وكانت الامور عادي وعدت. حسام غالي عمره ما طلع واتكلم. حصل مشاده بين جمهور النادي الاهلي واحمد حجازي واتحدف لا مؤاخذه بالشوز وعمره ما اتكلم. حصل مشاده بين جمهور النادي الاهلي وبعض من اللعيبه قبل كده وعمرهم ما اتكلموا. حصل مشادات كتير عمرهم ما اتكلموا. اشمعنى دلوقتي اللي بيحصل زعل وبيحصل غضب وبيحصل ان انا مش هروح للجمهور؟ احمد حجازي ده اتحدف بالجزمه في التمرين وراح للجمهور وعمل لهم كده وما فيش حاجه حصلت وخلاص. انتوا عارفين ليه انتوا بتعملوا كده؟ لان انتوا كلعيبه ما حضرتوش جمهور النادي الاهلي داخل ملعب التتش او داخل ملعب التمرين لما يهتف ضدك ويوصل لك الرساله ضدك ويقول لك ان احنا زعلانين ويقول لك ان احنا غضبانين ويشتمك. ده كله ما حضرتوش الكلام ده. انتوا لو حضرتوا الكلام ده ما كانش منظر بالمنظر اللي حصل امبارح ده كان حصل. من هنا ونرجع لمدير الكرة. مدير الكرة كابتن محمد رمضان، انا اتكلمت فيها اكتر من مرة.
مفيش حد بعد سيد عبد الحفيظ ولا حد هيجي بعده من الاخر. يعني هو هتقول لي لا ده هو مفيش غيره، لا هو فعلا مفيش غيره. هو سيد عبد الحفيظ حساب حاجه صعبه، هيقعد فتره كبيره النادي الاهلي يعاني عشان يجيب مدير كوره للنادي الاهلي يكون زي سيد عبد الحفيظ. فاكر انت جوزيه حصل نفس الموقف، وقعدنا فتره ان احنا نعاني عشان نجيب مدير فني. هو نفس الوضع. سيد عبد الحفيظ من ساعه ما مشي، وطبعا احنا قلنا ان هو مشي لاسباب غير معلومه، وانا بقولها لك ان هي معلومه دلوقتي. هو مشي بسبب حسام غالي والكابتن الخطيب. كابتن الخطيب مش عايزه هو حسام غالي، وحصلت زعل بينه وبين حسام غالي ومشي. اللي محدش قالها انا هقولها لك. بعدها على طول قال لك ان احنا بنجدد الشباب وبنعمل كوادر جديده، وراح جاب الكابتن خالد بيبو اللي هو اكبر من الكابتن سيد عبد الحفيظ بسنه، واحنا بلعناها وقلنا ماشي. والكابتن خالد بيبو قال لك ان ايه، انا نجحت بنسبه 80%. بس انا بقولها لك، لو الكابتن خالد بيبو حتى في الموسم الاول اخطا، بس على الاقل زي ما انت بتقول لو بتعمل كوادر جديده كنت انت صبرت عليه موسم كمان، وانت قيمته في الموسم ده، وبعد كده شفته هو نجح ولا لا. لا انت مشيته من اول موسم. طيب مشيته واحنا كنا ضد ان هو يقعد اصلا والكلام ده كله. انا معاك واحده واحده اهو. الكابتن خالد بيبو والكلام ده كله لا ما ينفعش. يبقى انت كان اختيارك خطأ من البدايه. طيب انت كمجلس اداره النادي الاهلي جبت الكابتن محمد رمضان بعدها كراجل خبره، والراجل عنده درايه كامله بالنادي الاهلي، وكان قبل كده مع الكابتن طارق سليم في مرحله من المراحل، وراجل عنده خبرات ان هو يقدر يمشي بالمرحله دي كويس، والجمهور كان معاه وبيدعمه، وكانت الدنيا حلوه وبيس يمان والدنيا زي الفل. عايز اقول لك ان في اداره الكره عموما في حاجه اسمها الدبلوماسيه والسياسه، انا اتكلمت عليها قبل كده. انت ممكن تكون سياسي وممكن تكون دبلوماسي. يعني امتى اكون حازم، وامتى اعديها بدبلوماسيه، وامتى كمان اهدي الريتم. انت شايف الجمهور متعصب والدنيا بايظه، خلاص خد اللعيبه وروح للجمهور، هدي الليله وشاور على محمد الشناوي وشاور على كهربا، وخلاص يا جماعه احنا لمينا الليله، احنا كده كده فايزين 6-1. الجمهور عمره ما كان هيشتمك على فكره في الوقت ده. فخلاص انت هديت الوضع ولميت اللعيبه ودخلتهم جوه. انما ككابتن محمد رمضان، وطبعا ده مش هجوم عليه، لان الراجل فعلا جاي في وقت صعب، لا هو عارف يعمل ايه ولا هو عارف يعمل ايه. هو راجل بيقول لك مدير رياضي، والتاني بيقول لك لا ده مدير كوره اللي هو مجلس الاداره، وانت مش عارف اصلا محمد رمضان شغلته ايه في الملعب. عموما هو خلينا ان هو مدير كوره. الراجل امبارح راح سحب اللعيبه وطلع بره. طبعا احنا مش هنتنازل عن اعتذار من مجلس اداره النادي الاهلي، لان مدير الكره اخطا، اللعيبه اخطات. طبعا قبل كده محمد الشناوي اخطا ومحدش كلمه. فاحنا عايزين اعتذار من مجلس اداره النادي الاهلي على اللي بيحصل ده، واتمنى ان هو ما يتكررش تاني، لان الوضع عاد سيء جدا. اهم حاجه ما تنساش اللايك والمتابعه. كان معاكم محمود الجندي وبشكركم.